بيبدأ الفيلم بمجموعة من العساكر ماسكين راجل مقيدينه بالجنازير، وهو بيقول لهم بصوت تعبان ادوني شوية مية هموت من العطش. والعساكر ما كانوش بيردوا عليه، هو بيجرجروا على الأرض وهو متألم من ضغط السلاسل على معصمه، لحد ما لقى نفسه واقف قدام مشنقة خشبية عالية حبلها بيميل في الهواء. وأول ما شاف قلبه اتقبض وقال لهم بصوت بيرتعش ايه ده، لا حرام عليك وانا مظلوم. هو بيتفاجئ بشخص تاني واقف قدامه وقال له هو انت اكيد انت السبب. المشهد بقى مشحون بالطاقة، والراجل ده أمرهم يخلصوا عليه بسرعة، لكن وسط الجدال بيقدر يشد الحديد اللي قافله السلاسل منهم، وما بقاش مصدق نفسه بيجري بكل قوته وسط الشجر، وصوت العساكر وراه هاتوا ما يهربش منكم. وهو بيجري زي المجنون لحد ما بيدخل كوخ خشبي، بيلاقي في راجل تاني مربوط في زاوية وهو بيترجى يشربه شوية مية، فجري على كرة المية شالها وشربه وقال بصوت واطي انا هستخبى ارجوك ما تدلهمش عليا. لكن هو بيشربه شوية مية وقع على الارض وسابوا اثر، وبره الكوخ العساكر شافوا الاثر واتاكدوا انه هنا، وبدأوا يدوروا عليه وهو مش لاقي طريق للهروب، لحد ما مسكوه وهو بيصرخ انا ما عملتش حاجه. وهو بياخده وبيرموا عند المشنقه، وحبل سميك اتلف حوالين رقبته، والدنيا بقت في صمت تام. واخر حاجه سمعها كان صوت شد الحبل على رقبته. وبعد فتره زمنيه بنشوف عربيه مواصلات في الليل المظلم ماشيه بين حقول الزرع، وفي شخص اسمه بهارت قاعد في الكرسي اللي جنب الشباك ساكت وعقله سرحان. وكان في ركاب مجموعه شباب ورجاله كبار بيضحكوا وبيقولوا عليه ايه يا عم رايح فين على كده بالليل. بهارت رفع عينه ببطء وقال لهم بهدوء رايح لقرية سهار عندي شغل هناك. اتبادلوا النظرات مع بعض، واحد قال ملامحك بتقول انك ظابط. ابتسم بهارت نص ابتسامة وقال لهم مش قوي كده، انا كنت شغال منظف في مركز الاستخبارات. وهنا بدأ عقله يرجع فلاش باك، وهو بيفتكر شغله اللي بيكون عبارة عن مهمات تصفية على المجرمين، وهو بيكون معروف جدا في جهاز المخابرات بعنفه وذكائه، بس مع مرور الوقت بيزهق من الروتين اليومي المعتاد اللي بيكون مستمر عليه بقاله سنين، لدرجة ان كل الناس اللي قتلهم كانوا بيظهروا له وهو نايم وبيقولوا له هو انت اللي قتلتنا. وده خلاه عايش في رعب وبيتمنى في اقرب وقت يسيب الشغلانه دي، لحد ما بيجيله مهمه تانية وهي اللي بيكون رايح ليها القريه. وبعد ما بيفتكر الماضي السواق قال له للاسف انا مش هقدر اروح للقريه لان الجو مظلم، تقدر تنزل هنا وتستريح في فندق قريب على بعد كيلومتر من الجنوب، بس هتضطر تمشي له على رجلك وسط الحقول، لان زي ما انت شايف لا حياه لمن تنادي، ولا في بني ادم ولا في اي مواصله. قال لهم طيب دلوني على الطريق، انا مش فاهم اي حاجه هنا. بس محدش رد عليه وسابه في المكان لوحده، وهو واقف تايه مش عارف يمشي من اي مكان بالظبط. وكان ماشي وسط الحقول المهجوره خطوات بطيئه، كل حركه حواليه بتخليه يلتفت بخوف، قلبه بيخبط كانه عاوز يهرب من صدره، وصوت رجلي على التراب كان بيعمل صدى يخوف اكتر من صمت الليل. كان ضايع تايه مش عارف الطريق، وكل اللي يعرفه انه لازم يوصل لبيت الضيافه، بس ازاي؟ مفيش اي يافطه بتدله على الطريق ولا اي بني ادم حواليه. وفجاه لمح من بعيد ضوء واهن بيرتعش كأنه شعلة صغيرة، وبيحس إن ده طوق النجاة، بس مع كل خطوة كان الخوف بيزيد أكتر. ولما قرب من المكان شاف راجل قاعد على حجر لابس هدوم قديمة وماسك آلة بيعزف على لحن غريب مزيج بين الحزن والرعب. وبهارت اتسمر مكانه، وبعدها أخد خطوة ورا التانية لحد ما قعد جنبه يستمع. ولما خلص الراجل العزف رفع عينه وبص له بنظرة تقيلة غامضة كأنها بتخترق روحه. وبهارت حاول يبتسم له وقال احسنت العزف، انا بهارت وتايه وبسأل عن بيت الضيافه اللي هنا، ممكن تدلني عليه؟ الراجل بص له بنفس النظره وقال انت اتجوزت وقت السفر بكتير، وكل مكان دلوقتي ملك للظلام. بهارت اتجمد، طريقته في الكلام كانت غريبه كأنه مش من الزمن ده، فكمل الراجل وقال انت جيت من الاتجاه الغلط، طريقك من الجنوب، اللي جابك للشمال. بهارت بلع ريقه وقال طيب ممكن ترشدني للطريق الصح؟ هتمشي 6 كيلومتر من الناحيه التانيه للغابه عند ضفه النهر. اتصدم وقال له 6 كيلومتر؟ بس الناس قالوا لي هو كيلومتر واحد بس. الراجل هز راسه وقال بنبرة حادة من السهل انهم يخطئوا، مفيش حد هنا اضرب المكان غيري. بهارت حس بقلق وقام يشكره بسرعه علشان يمشي، بس ساعتها سأله هو انت ليه قاعد لوحدك في مكان مهجور زي ده؟ ابتسم ابتسامه بارده وقال له لان ده مكان اللي عايش فيه، وخد بالك من الطريق. كان بيقول الجمله دي وعيونه لمعت كأنها اتثبتت مكانها. وبهارت اتحرك بخوف في الطريق اللي قاله له، والطريق كان ميت صامت، أشجار واقفة كالأشباح. وبعد مسافة لمح ضوء جديد، بس المرة دي خرج من وراه راجل شكله غريب شبه أكل اللحوم البشر بيتسحب، وفجأة انقض عليه وحاول يمسكه. وبهارت اتعارك معاه ووقع والجرح في رقبته، لكنه بكل قوته هرب ورجع بسرعة للراجل العازف وهو بيصرخ وبيقول له في حد هجم عليا وشكله من أكل اللحوم البشر. رد عليه بهدوء مرعب وقال له يمكن كان حيوان، أصل صعب تفرق بينهم في الظلام، خد العشب ده وحطه على جرحك قبل ما يلتهب، وبالمناسبة أنا بيت ضيافتي قريب وتقدر تقعد فيه لحد ما الشمس تطلع. بهارت كان متردد وقال له لا شكرا، وقال له أنا مش بعزمك، شكلك تعبان وعاوز تستريح، تعال ورايا. فبيضطر بهارت يمشي وراه، لكن بيلاحظ عليه حاجة غريبة، الراجل كان بيعرج وبطيء، فقلبه قال له يوقفه ما يكملش.
بس الراجل رجع وبص له وقال له مالك وقفت ليه؟ خلاص قربنا. وبعد دقايق وصلوا عند بيت خشبي، والراجل وقف قدامه لحظاته. في اللحظة دي عيونه كانت سودة تماما، وبعد ثواني رجعت طبيعية وقال له بابتسامة باردة اتفضل يا بهارت، البيت بيتك الليلة. بهارت سأله بخوف طيب وانت هتنام فين؟ انا ما بنامش، اعتبرني الحارس بتاعك. دخل بهارت ومعاه فانوس نور، والبيت من جوه كان اغرب مما تتخيل. لوحات كتير للناس بتتعدم، ودومة صغيرة لعساكر بريطانيين وهنود. وبدأ يسأل نفسه يا ترى ايه قصة الراجل ده؟ ولما زود الإضاءة لمح الراجل واقف بعيد عن البيت وعيونه متعلقة بيه، وبعدين مشي واختفى. وبهارت قال يا رب الليلة دي تعدي على خير، خليني أركز في التقارير اللي معايا وأقرأها. وقعد على الكرسي يكتب، ولكن فجأة اختفى من البيت كله، وصحي بعدها وهو مربوط بإيديه على كرسي جوه زنزانة. ودخلوا على عساكر لابسين ملابس عسكرية قديمة، وبهارت صرخ وقال لهم أنا فين؟ اللي جابني هنا؟ العساكر ردوا عليه بسخرية وقالوا له أنت هنا علشان تتعدم يا حلو. وبيظهر القائد بتاعهم بيتكلم بلهجة بريطانية، وعقل بهارت اتشل تماما، اللي هو ايه ده تمثيل ولا حقيقة؟ وهم خدوه وخرجوا بيه، وكان ماشي معاهم ساكت فاكر انه مقلب او كابوس. بس لما وصل عند المشنقة وشافهم شايلين جثة قلبه وقع تماما. وفجأة شاف الراجل العازف واقف بيرسم لوحة بكل هدوء، فصرخ عليه وقال له هو انت فاهمني اللي بيحصل هنا؟ ما تسيبنيش وتمشي. ولما جرى عليه ولمسه المكان كله اتغير في ثانية، وكل الناس اللي كانوا موجودين اختفوا. وهو بيظهر على الدراع اللي مسك بالعازف علامة زرقاء. فما هو تايه مشي لحد ما شاف ناس وجرى عليهم وهو بيقول انا كنت في مكان هنا في الليل وقابلت راجل بيعزف وعزم عليا اقعد في الكوخ بتاعه، بس بعدها حصل حاجة غريبة. المفروض كنت قاعد بقرأ وصحيت لقيت نفسي في زمن غير الزمن. اول ما سمعوا كلمة راجل بيعزف وشوشهم اتبدلت وقالوا له هو ظهر لك، وسابوه وطلعوا يجروا من الرعب. ووقتها سمع راجل تاني الحديث بينهم، وراح قال له تعالى معايا، هي بس اللي هتقدر تساعدك. هي مين؟ الست هلمة طاردة الأرواح. خدوا للمكان بتاعها وقالت له أمرني أقدر أساعدك بيه. أنا مريت بتجربة غريبة الليلة اللي فاتت، قابلت راجل في الغابة وخدني للكوخ بتاعه، وفجأة لقيت نفسي في مكان تاني كان في عساكر بريطان وعاوزين يعدموني. عاوز أقول لك إن مفيش حد قبله وفضل عايش إلا شخص واحد. يعني أنت مصدقاني؟ طبعا مصدقك، أي حد بيقابله بنلاقيه ميت تاني يوم، تلاقيك عملت حاجة أنقذت حياتك منه. مش متأكد، بس اللي فاكره إني مسكت إيده، وبعدها لقيت نفسي قريب من هنا. الدراع اللي مسكته بيه اتحول للون الأزرق. طلبت له علاج يخفف من ألم الجرح، وقالت له اسمع كويس اللي هقوله، علشان تنجب حياتك لازم ترجع للعالم اللي بعتك ليه وتمنع حكم إعدامك. مش فاهم؟ ده العالم بتاعه وانت تركت جزء من روحك فيه، وتدريجيا كل جسمك هيتحول للون الأزرق وهتموت. أناند قال له هو هنا بالفعل معنا، فازاي اروحوا في العالم بتاعه؟ هفهمكم. هو رسم جزء من صورته قبل الإعدام، واستعبد جزء من روحك لما انت لمسته في الصورة اللي هو رسمها لك. معقولة؟ هو مين ده وايه قصته؟ شيطان كان عايش في الكوخ ده من 1940، ووقتها الأمة كانت بتكافح من أجل حريتها من البريطان، وكان هو بيكتب لهم منشورات وبيساعدهم. كان راجل مثقف وألف كتب في سن صغير، بس وقتها اكتشف بعض الجوانب عن نظريات خارقة للطبيعة. وفي يوم سافر لألمانيا لدراسة النظريات دي، ومن الواضح إنه كان بيسعى لتجاوز الزمن. ورجع ساعتها الهند وحاسس بالانتصار في إنجازه، ووقتها الناس بدأوا يخافوا منه. كانوا بيعتقدوا إنه بيتعامل مع الأشباح، لأنه أي حد كان بيوجه نظره عليه بيموت فورا. حتى البريطان وقتها كانوا خايفين منه ومسمينه قابض الأرواح. وفي يوم حصروا البريطان الكوخ بتاعه، بس وقتها هو بيختفي من الكوخ، وكل اللي لقوه كرسي متلوث بأثار من الدم. وبقوا في حيرة من أمرهم لأنهم كانوا متأكدين إنه جوه الكوخ، بس راح فين مش عارفين. وبعدها عرفنا إنه بقى بيظهر في بعض الأيام من السنة، بس اللي كان بيشوفه بيلاقوه ميت بعدها بساعات. طب تعرفي هو اللي بيعمل كده؟ للأسف مش عارفة، بس كل اللي أعرفه إنك فاضل لك 48 ساعة، وبشكل ما لازم ترجع للزمن بتاعه، وأتمنى تنجب حياتك منه. انتي قلتي لي في حد نجا منه، مين هو؟ اسمه هيمان، موجود هنا في القرية، بس من ساعتها وعقله ما بقاش مستقر. خدوا أناند للمكان اللي عايش فيه، وبمجرد ما ذكر له الأحداث وسمع إنه قبله جري جاب حاجة تحصن نفسه بيها وقال له هو هنا بيراقب وبيسمع كل حاجة بنقولها. أنا مش عاوز أموت، ابعدوا عني، ما تخافش مني، كل اللي عاوز أعرفه إزاي نجيت بحياتك منه. وقت ما كانوا بيشنقوني قابلت هناك واحد اسمه أمتي، قال لي اعمل نفسك فاقد الوعي علشان يأجلوا إعدامك، وأنا هاجي لك السجن وهساعدك. وجي فعلا واداني ورقة وبعض المعدن، وطلب مني أقرأ الورقة وأحط المعدن في بقي وأقفز في البير، وعملت اللي قاله. لما فقت لقيت نفسي مرمي في الحقل ورجعت لزماننا ده. طيب في طريقة أرجع للعالم ده تاني؟ معرفش. قام مشي ولقى العلامة اللي في دراعه بتنتشر أكتر، وقال لأناند في حد بيراقبنا، خلينا نتفرق. وبدأ هو يجري ورا الشخص ده لحد ما مسكه وقال له هو أنت اللي بتراقبني؟ قال له أنت وقتك قرب ينتهي، هو أنت الشيطان اللي بعتك صح؟ وبدأوا يتعاركوا مع بعض شوية، وقال له على فكرة أنا هشوفك تاني. وفي لمح البصر الشخص ده اختفى. وبعدها طلبته هيلما وقالت له هوريك نظرية هتساعدك.
اعتبر ده العالم بتاعنا، وده العالم اللي الشيطان جه منه من الحقبة البريطانية، وهو نفس العالم اللي صنعه وخدك ليه. هو بينتقل من العالم بتاعه لعالمنا من خلال حاجة، ولو الحاجة دي انت قدرت تعرفها وتدمرها هترجعه لعام 1940 للزمان بتاعه مش الزمان اللي هو صنعه، وساعتها انت هتنجو بحياتك لانك دمرت العالم بتاعه. وعلى فكرة هو قوي جدا، بس انا وقتها هقدر اساعدك. افتكر بارت صاحبه دكتور في علم الخوارق، رن عليه وحكى له عن القصة، وقال له الشيطان ده لو انشأ بعد او عالم جديد فاكيد صنع مجالات كهرومغناطيسية، ولما بتتحد المجالات الكهربائية والمغناطيسية بينشئ العالم بتاعه. طيب ما الامر لو كده اي حد يقدر يصنع عالم بقى؟ الموضوع مش كده. مع المجالات دي هو اكيد مستخدم طاقة روحانية، هو دارسها كويس جدا وعامل عنها ابحاث، وهي المصدر الرسمي لقوته، والطاقة دي اكيد ليها وجود في عالمه، ولو قدرت توصل لها وتستخدمها ضده ساعتها هترجعه للعالم الاصلي بتاعه. طيب ارجع تاني ازاي؟ انت حكيت لنا لما ولعت النار وقعدت على الكرسي رحت للعالم بتاعه، فارجع تاني للكوخ، بس عاوزك تتصرف وتخلي حد يولع في الكرسي بعد ما انت تختفي، لانه ده اكيد 100% وصلة الربط بينه وبين عالمنا. فبياخد بعدها انند وراحوا عند الكوخ فعلا، ونبهه يستنى بره، وبعد 5 دقايق يدخل، ولو لقى اختفى يولع في الكرسي. وبالفعل ده اللي حصل. وبهارت اول ما فاق لقى نفسه مربوط في شجرة، والشيطان في وشه بيقول له احساسك ايه وانت هتتشنق للمرة الثالثة؟ مرة ثالثة ازاي؟ شكلك مش متذكر، هبقى افكرك في المرة الرابعة. وبيجي بعدها راجل بيساعده وبيقول له انت قمت اللي ساعد هيمان صح؟ ايوه انا. اعمل نفسك فاقد الوعي وهقابلك هناك في السجن. وراح له بعدها رمى له الورقه وقطعه من المعدن، وبهارت قال له انا مش هخرج من العالم ده غير لما اخلص عليه، بس عاوز اعرف انت ليه بتساعدنا؟ انا عارف ان الناس اللي بينفذوا الاعدامات هنا بيفكروا الذاكره كل 24 ساعه وبيكرروا امر الاعدام كل يوم. ازاي عرفت ده؟ انا وبريتفي بس اللي نعرف. هو الشيطان اسمه بريتفي. هو انت اللي بتساعده؟ قصه طويله. أنا كنت من الثوار وقابلته خلال النضال من أجل الحرية، وقال لي ساعتها إنه بيعمل تجربة لقتل البريطان من غير أسلحة، وكان محتاجني معاه، فأنا انضميت ليه، لكن بدأ بعدها يفقد عقله وبقى مهووس لدرجة إنه مبقاش عارف يفرق بين الصح والغلط، والأبرياء بدأوا يموتوا بسببه. وصنع بعدها عالم خاص بيه بيواصل في تجاربه، وأنا هنا معاه علشان وعدني نرجع ونحرر البلد من البريطان. طيب هو قال إنه بيشنقني للمرة الثالثة وأنا مش فاهمه. يقصد انه شناك في حياتك السابقة؟ هو بيعرف في تناسخ الارواح وانت روحك مستنسخة بس في هيئة وشكل جديد. انت لازم تعرف حاجة، الشيطان ده عامل لك غسيل دماغ، وتجاربه دي عاملها علشان ينهي على البشرية، والدليل على كده ان جاي من سنة 2024 مش من زمانكو. ولو ضحك عليكم عرفك انه بيعمل كده علشان يحرر البلد، فعاوز اعرفك ان البلد بعدها بكام سنة اتحررت وبقت مستقلة، يعني حتى لو رجعتوا لزمانكو هو مش هيفيدكم بأي شيء. عاوزك تساعدني اوصل للمكان اللي بينفذ في تجاربه. خدوا الراجل للمكان بدون تردد، لكن هناك قابل مجموعة من الجنود اتعارك معاهم، وبعدها الشاب الجاسوس اللي كان بيراقبه ظهر، وبعد معركة طويلة بينهم خلص عليه، والراجل دله على المكان اللي بيعمل في التجارب وأمن له المكان وتأكد إنه مش موجود. ودخل بهارة المكان لقى عبارة عن حقل ممدود بالطاقة من كل اتجاه، والمسؤول عن الإمداد ده جهاز غريب مصنوع على إيد الشيطان. وجانب الكوخ كان في مكان تاني كل شموع مولعة، وجنبها تمثال غريب محاط برضه بنوع من الطاقة السحرية، فبدأ يطفي كل الشموع دي لأنها أكيد مرتبطة بالأمر. وساعتها الشيطان بيموت أمتي علشان خانه، وبيروح لبهارته بيقول له عاوز تدمر لي مجهود سنين ضحيت علشانه بأرواح بجرب عليها قبض الروح وانبعاثها من جديد. أنا خلاص يعتبر انتهيت من التجربة وهكون متحكم في الحياة والموت، وبعمل ده علشان أتخلص من أعدائنا وكله لمصلحة الوطن. قصدك لمصلحتك؟ مفيش وطني بيقتل أبرياء لصالح تجارب شيطانية زي دي. وحاول بهارت يستخدم شيء ممدود بالطاقة الخاصة بيه، بس قبل ما يوصل له شل جسمه بالكامل وما بقاش قادر على الحركة. وفي العالم الآخر هيلما كانت بتساعده وبتمده بالقوة، وقبل ما الشيطان يخلص عليه اتغيرت ملامح بهارت وهو اللي شل حركته، ونزل جاب قطعة من المعدن الممدودة بالطاقة بتاعته خبطها بيه، ولما راح طفى آخر شمعة في وقتها بيختفي، وهو بيصحى في الكوخ بيلاقي العلامة اختفت من ايده، وبيخرج لأنند وبيعرفه انه خلاص الأمر انتهى. وبعدها بيظهر بريتفي في العام 1940 وقت ما البريطان كان بيدوروا عليه وهو بيكون مخلص عليهم. وفي العالم الآخر الدكتور بيرن على بهارت وبيقول له مش معنى انه رجع للعالم بتاعه يبقى نهينا عليه، في كارثة مترقبة هتحصل الأيام اللي جاية، وهيكون في اندماج بين العالم بتاعنا والعالم بتاعه. النهاية بتاعته شكلها مفتوحة وأكيد هيكون في جزء تاني، فأتمنى الملخص يكون عجبكم. وبس كده، السلام عليكم.